السلام عليكم البنات اللي كيسولوني البارح في لي كومونتير وفي الانستغرام وفي البريفي على الوصفه ديال الشعر اللي لحت لكم ديال الزيت. انا غنشاركها معكم، ولكن البنات نصيحه مني، الله يعطيكم الخير. هاد الزيت هادي الدوام، يعني ماشي غادي نديرها مره ونساها جوج المرات. كولا تدويشه غتفكري راسك غادي تدخلي تدوشي قبل بساعه ونص ديريها. كنتي غاده الحمام ديريها. واعره. شوفوا، لا بغيونس في الشعر كطول الشعر، الفراغات اللي ما عندكش فيهم الشعر كدير فيهم الشعر، يعني خطيره، ولكن للدوام. وفي التجربه الاولى يعني بلا ما تتعذبي مع راسك تصوبي ولا غير نشفي غتبان لك الفعاليه ديالها. المهم انا غادي نشارك معكم ومرحبا بكم البنات. المهم انا هنايا عندي الزنجلان وعندي الروز. خذ واحد الكميه تكون زعما مزيانه، 5 دراهم 5 دراهم. انا غادي نوريكم الطريقه ديالها دابا البنات. من بعد ما شديت الروز درتو في المقله وقريتو، ها هو، وشديت الجنجلان حتى هو درتو في المقله وقريتو. دابا غنطحنهم وهما سخان. هانتوما البنات، ها هو من بعد ما طحنت الروز ها هو والزنجلان، دابا غادي نديرهم في واحد القريعه. البنات شفتوا ديك الكميه اللي قلت لكم ديال 5 دراهم ديال الروز و5 دراهم ديال الزنجلان، غتخرج لكم جوج قراعي بحال هادو ديال الدجاج. من الافضل ديروا القراعي ديال الدجاج احسن. دابا غادي نزيد عليها الزيت. شوفوا البنات، خذوا اللي عندكم، ما زيت عاديه، هي زيت لو سيور اللي كان عندكم، ولكن انا كنفضل زيت ويلور، هي كتكون احسن. دابا البنات هاني زدت ليها زيت ويلور كما قلت لكم. دابا غنسد عليها وغنديرها في شي قشره وغنحطها في واحد البلاصه تكون يعني مظلمه 3 ايام. من بعد 3 ايام استعمليها. ها هي دابا هذه غادي نخبيها البنات. دابا انايا راني درتها في هاد القشره هذه، غادي نخبيها واحد 3 ايام في شي بلاصه مظلمه، ومن بعد غنستعملها. يلا البنات، بالصحه والراحه.